ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ويومكم يكون جميل النهارده. لو دايما متعودين تاكلوا المولتن كيك بالشوكولاته الغامقه الشوكولاته الدارك، عايزاكم تغيروا الفكره دي النهارده. المولتن كيك بتتعمل باطعم كتير جدا، هنعملها ان شاء الله النهارده بالوايت شوكليت بالشوكولاته البيضه. طعمها شبه طعم ايس كريم ميجا فانيليا شويه اللي هو الابيض، مناسبه جدا للناس اللي ملهاش في الشوكولاته قوي او الناس اللي بتفضل الفانيليا. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ويلا نبدأ على طول مع بعض. اول حاجة هنحتاجها هو قالب شوكولاتة، تقريبا 100 جرام. هنبدأ نكسره قطع صغيرة كده، والناس اللي بتحب الشوكولاتة الغامقة ممكن تستخدم في الخطوة دي شوكولاتة النوع اللي هي بتفضله، بس النهاردة احنا عاملينها بالوايت شوكليت. وده تقريبا نص كوباية زبدة. هحطهم في الميكرويف 30 ثانية لحد ما الزبدة كده تدوب، او ممكن نسيحهم على حمام مائي. وبعدين هحط فيهم الشوكولاتة اللي احنا كسرناها تسيح كده مع الزبدة. ممكن ننقلها الميكرويف تاني كمان 30 ثانية لحد ما الشوكولاتة تسيح كويس، او نحطها تحت حمام مائي. ومش هنحط الشوكولاتة بتاعتنا كلها، هنسيب قطعتين كده على جنب، هقولكوا هنعمل ايه فيهم في الاخر. وبعدين هجيب بولة احط فيها 3 بيضات، يفضل يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، واحط عليهم رشة فانيليا ومعلقة سكر، معلقة سكر واحدة. الشوكولاتة اللي احنا مستخدمينها الشوكولاتة البيضة السكر بتاعها بيكون كتير شوية، فمعلقة سكر واحدة بس هتكون كفاية، او ممكن نستغنى عن السكر خالص ونعتمد على السكر الموجود في الشوكولاتة زي ما انتوا عايزين. وبعدين هقلب كده كويس، وهبدأ استخدم المضرب الكهربائي لحد ما اللون يبقى فاتح شوية ويدخل لهم شوية هوا. احنا مش هتنتفخ قوي بس ايه، يبقى لونهم كريمي وحلو كده. وبعدين هحط عليهم خليط الزبدة والشوكولاتة كده بعد ما ساحت. احنا ممكن بدل الزبدة نستخدم زيت، بس يعني مش هتبقى غنية او مش هتدينا نفس الطعم الاصلي. الزبدة هتدينا طعم اصلي اكتر، بس الزيت برضو ينفع. وهنحط كمان ربع كوباية دقيق، عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. ممكن نستغنى اصلا عن البيكنج باودر، الوصفة الأصلية مش بتستخدم بيكنج باودر، بس أنا بحطه عشان الكيك ينتفخ شوية صغيرين، ولو هنستخدمه بلاش نستخدم منه كمية كبيرة عشان ما تبقاش معانا كيك اسفنجي. وبعدين هجيب القالب اللي احنا هنعمل فيه المولتن كيك بتاعتنا. ممكن تتعمل في قوالب صغيرة اللي هي الطواجن الصغيرة، او ممكن في قالب كبير كده زي ما انا استخدمت. نجهزه كويس جدا، نمسحه مسحة كويسة قوي من الزيت. الخطوة دي مهمة قوي عشان نتأكد انه ما يلزقش مننا. وبعدين نجيب قطعتين الشوكولاتة اللي احنا سيبناهم في الاول، نحطهم كده في النص عشان نتأكد ان من في النص كده في المولتن كيك هيبقى فيه شوكولاتة كده سايحة لونها ابيض وجميل وطعمها جميل. هندخلها الفرن متسخن لدرجة حرارة 180، هتاخد تقريبا ربع ساعة مش اكتر من كده. لو مستخدمين قوالب كمان صغيرة حجمها صغير ممكن تاخد وقت اقل 12 ل 13 دقيقة. القالب اللي انا مستخدماه كبير فاخدت تقريبا مني 15 دقيقة. وده شكلها كده بعد ما طلع من الفرن، وده كده شكلها بعد ما قلبتها. من النص كده سايحة والشوكولاتة البيضاء خارجة منها، ومن بره قوام الكيك العادي. وقدمتها مع صوص فراولة وسكوب ايس كريم، ايس كريم فانيليا عادي، هي بتتقدم كده في اغلب الكافيهات يعني. طلع طعمها لذيذ جدا وخفيفة قوي، حلوة برضو تغيير عن الشوكولاتة الغامقة العادية. الناس برضو اللي بتحب الشوكولاتة الغامقة العادية المولتن كيك الكلاسيكية ممكن تجرب دي من نوع من انواع التغيير والتجربة. الشوكولاتة البيضاء برضو طعمها لذيذ جدا، واللي حابب يعملها بشوكولاتة غامقة يستخدم بدل قالب الشوكولاتة الابيض قالب شوكولاتة غامق عادي خالص. وكمان المولتن كيك ممكن تتعامل من غير شوكولاتة خالص، يعني من غير اي شوكولاتة. لو حابين الوصفة دي ان احنا نعملها مع بعض قولولي في الكومنتس. ولو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش تعملي لايك وسبسكرايب. على خير قريب، مع السلامة.